عقلكم نهار بنهار كنتفكر شي حوايج. السلام عليكم الحبيب ديالي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله يا ربي الحبيب. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا، وغادي نركز في اول مقدمه هذا الفيديو على اللي كيشوف هذا الفيديو. كنتمنى من خالص القلب انه يبارطاجيه مع احبابه مع صحابه في جميع الصفحات اللي عنده ان شاء الله، حيت هذا الفيديو هذا غادي يكون فيديو كما كنقولوا، غادي يكون في واحد المبادره انسانيه اللي زوينه بزاف ان شاء الله باذن الله. ولذلك فكنطلب منكم كاملين اليوم، وباش ما نهضرش بزاف في هذا الفيديو هذا، كنطلب منكم كاملين بارطاجيو هذا الفيديو، عاونونا غير بالبارطاج. كذلك صراحه الله حتى الكومونتيرات الزوينه ديالكم راه كتحفزونا وتشجعونا دائما اننا نعطيو ونزيدو نعطيو ونستمروا في الطريق هذه، لعل وعسى نالوا حتى نتوما الاجر والثواب هذه الاعمال هذه. المهم فخليكم مع هذا الفيديو هذا، غادي نشرح لكم بالتفصيل وشنو كاين بالضبط في هذه المبادره هذه. المهم اخوتي كما كتشوفوني حاليا انا في السطح ديال الجامع. هذا الجامع هذه تبنات قديمه 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 بزاف، والبناء ديالها كيفاش تم، يعني تبنات كما كنقولوا حنا شويه بشويه. اول حاجه اللي تبنات هنا هي هذه البلاصه هذه اللي واقفه فيها حاليا انا، يعني باينه هانتوما كتشوفوا لحد ديك الساعه هذه كانت جامع مزيانه على ما يرام. من بعد داكشي هذا ثاني نتوما عارفين، يعني غير المحسنين اللي كيطوعوا وكيكون واحد مثلا كيدفعوا واحد المقادير، يعني واحد المبالغ الماليه اللي كتكون هي ماشي كثيره وماشي قليله في نفس الوقت. يعني الناس كيبداو الشغل ديالهم فين ما وقفوا كانوا كيحبسوا، من بعد ثاني يعني عاوتاني كيجيب الله عاوتاني التيسير في شي ماده بحال هكا، وبناو هذا الشيء هذا اللي كتشوفوه هنايا في هذه البلاصه هذه، اللي انا بحالي نزلت درجه من هنا، من السطح الاخر لهذه البلاصه هذه اللي بناو. هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوها تماما اللي كتبان عامره بالماء هنايا، هانتوما ها يمكن يبان لكم في الكاميرا ولكن انا مبرتم وانا داك فاش بناو ثاني هاد البلاصه هذه كانت الجامع على ما يرام من الحاله ديالها. علاش؟ كان هاد الماء هذا ما كيوقفش هنايا، كان كيدوز من هنا وكيهبط لتحت، يعني كنقولوا حنا للزنقه ولا للارض، ما كانش كيحبس هاد الماء هذا نهائيا. المهم دازت واحد الفترات، يعني من الفترات انا داك ماشي دابا، وزادوا هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوها هنا، زادوا واحد جوج البيوت. يعني البيت فين كيكون الامام ديال المسجد، وفين كيكون مثلا فهمتي البيت ديال الطلبه اللي كيكونوا بعادين، كيكونوا مثلا كيبغيو يجيو يكملوا قرايه القران هنايا كيبقاو فيه. وهاد البلاصه هذه معليه، كتشوفوا كيفاش يعني معاليه، يعني فيها كما كنقولوا حنا درجه. ها انا طلعت، وهاد ما يزادوا هاد البيوت شكل لهم واحد العائق. شنو هو ديك العائق؟ هو هاد البلاصه بقات حانيه هنا وما عندوش هاد الماء منين يدوز. كتشوفوا هاد الماء ما عندوش منين يدوز، وحاليا حنا طلعنا في واحد الجو سبحان الله، يعني ان شاء الله طاحت الشتاء باش كتشوفوا غير شويه د الماء، ما هي كتكون عامره 40 باش طاح 40 ولا 30. المهم غير هاد الايام تبارك الله راكم شفتوا اكثر من 15 يوم تبارك الله هاد الشتاء، وهاد الشتاء هادي تبارك الله ما شاء الله الماء كامل كيبقى هنا ما عندوش منين يدوز وكيدخل للجامع، وماشي يعني كيقطر قطره بقطره. فاحنا غادي نهبطوا غادي تشوفوا كلشي العينين ديالكم، يعني كيدخل الماء بزاف للجامع. يعني سبحان الله فاش عاد تشوفوا الجو داخل عاد تعتقدوا بان حاليا كاينه الشتاء، وهي الشتاء يعني سبحان الله دابا حاليا كما نقولوا حنا الطيبات. يلا ندخلوا ونكملوا لا فيديو ديالنا. المهم اخوتي انا نزلت من السطح ودخلت للجامع لداخل باش نكمل لكم الفيديو، وفي نفس الوقت غادي نشرح لكم بالضبط شنو قلت لكم في السطح. هذا انا حاليا تحت السقوف اللي كيبقى فيه الماء من فوقي، وكاينه هذه المنتيره هنايا شفتوها من برا، يعني كيدخل هنا الماء بزاف، ماشي يعني قطره كما قلت لكم الماء، يعني بحال الجامع حنا نقولوا بلا سقف تقريبا. هانتوما كتشوفوا حتى التلبيسه ناضت، وهاد البلاصه فين واقفه انا شوف سبحان الله باقي عندي الاثار ديال الفزاك. هاد البلاصه هذه كامله كتكون عندهم فازقه. كاينين الناس يقولوا علاش ما نفرشهاش، ولا مثلا واخا تكون فازقه عادي، ماشي عادي، حيت هانتوما كتشوفوا الحصول الزريبيه مجموعه باش ما يتكسبوش، وهما يعني في الايام العاديه تقريبا حنا نقولوا ما كيصليوش هنا، ولكن نهار الجمعه عندك الاعياد ولا المهم المناسبات الدينيه فاش كتعمر الجامع كيضطروا انهم يفرشوا هذه البلاصه هذه باش كيصليو الناس وكيتساعوا كاملين بهم. هانتوما كتشوفوا صراحه يعني باينه الجامع كتدخل الماء بواحد الشكل اللي هو كبير صراحه. كاين تشققات هكا في السقوف ديالها مع الدار، كاين هذه المنتيره هذه يعني اصلا غطاوها حتى هي كتدخل الماء من هذه الجهه، يعني باينه كتدخل الماء. نتوما كتشوفوا الخضوريه ديال البروده،
وسبحان الله يعني كتشوفوا هذه الحاله ديال البرد هذه والارضيه فازقه كتحس وكأن الشتا حاليا كطيح من برا. اصلا باينه مخنوقه هنا، حيت كما قلت لكم الجامع تبنات كما كنقولوا بالاجزاء. الجزء الاول تبنى ها هو هنا في كيصليو الناس بشكل يومي، يعني الاوقات ديال الصلاه يعني مفرشه كتبقى، وحتى هذه كنظن كتقطر الماء ياك كنديروا السطايل تما باش كيعمروا كيبقاو يقطروا كامل كيعمروا السطايل. المهم كما كتشوفوا اخوتي كاين هاد البلاصه هذه اللي كيصلوا فيها بشكل يومي كما كنقول لكم. حتى هاد البلاصه كتدخل الماء واخا باقي الزرابي ديالها كيبقاو مفرشين الا وانها كتقطر الماء بواحد الشكل اللي هو قليل على البلاصه اللي وريناها لكم. وكيديروا في هاد دابا هاد البلاصه اللي كتشوفوا انت باينه يعني كتدخل الماء كيديروا سطوله هنايا. شوف هما البزاك هنايا، واخا هاي المساكن كيديروا سطوله. تخيلوا يعني الامام المسجد كيضطر انه في كل قطره يدير سطال ولا شي بانيو كيكون عنده خاوي، فاش ثاني كيعمر كيكوب الماء من جديد. يعني الجامع صراحه الله محتاجه الترميم، ماشي شي ترميم اللي هو كبير بلا ما تخلعوا بلا ما تخافوا، غير فقط صراحه الله عليكم انكم بارطاجيو هذا الفيديو، واللي يقدر يساهم معنا ولو ابتداء من 50 درهم من 20 درهم حنا مستعدين اننا يعني نجمعوا كما نقولوا قطره بقطره حتى يحمل الود. كذلك اخوتي بالنسبه للسراجم كما كتشوفوهم هذه هي الحاله ديالهم، وجاو ارضيين بزاف هادو الفوقانيين بالخصوص. فاش كطيح تبارك الله شاء الله اللهم بارك مكيتاح الخير مولانا. يعني دابا انا كنهضر يعني نيابه عن امام المسجد اللي عاش هنايات واللي هو اللي مشارط هنايات وكيشاهد يعني هاد المشاكل وهاد المعاناه يعني اللي كيشاهدها يعني كما نقولوا حنا مباشره، واللي عايشها اصلا كيعيشها. قال لي بالنسبه لهاد السراجم هادو الفوقانيين فاش كيطيح الشتا تبارك الله بزاف الماء تبارك الله كيهبط وكيضرب له حتى لداخل، كيدخل عليه حتى البلاصه فين كيصليو فيها. كاين السرجم هذا وكاين هذاك الاخر. هما خوتي اخر. وعلى فكره ما كاينش الدرج ديال السطح ما هذا خوتي، خصك طلع التنقيزه كامله ومراه التنقيزه كامله. بلاتي بالحق نسيت ما قلتش الحاجه الاساسيه ما قلتهاش. كاين يعني الترميم اللي قلت لكم، وكاين بالنسبه للسطح كاين الناس يقولوا شنو غنديروا بالنسبه للقطره اللي كتدخل. بالنسبه للقطره اللي كتدخل فالجامع يعني سطح الجامع محتاج كنقولوا حنا الميال. شنو هو الميال؟ يعني غادي يحتاجوا واحد شويه ديال الحديد اللي غادي ضروري يعني المعلم اللي غادي يضربوا المعلم يعني بحال اللي غدير سقيفه جديده ولكن ماشي كامله. وغادي نحتاجوا مثلا قرابه، غادي نحتاجوا الرمله حتى هي الرمله اساسيه هما والسيمه. السيمه والحديد والقرابه. والمهم والترميم الداخلي كما شفتوا يعني هذاك داخل فهادشي هذا. حنا الصراحه القدر اللي غادي نجمعوا ان شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا ولا من خلال جانب واحد اخر ان شاء الله غادي تشاهدوا يعني الترميم كيفاش غادي يكون من البدايه يعني حتى النهايه. تشاهدوا معنا كل شيء ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. المهم هو السرجم اخر اخوتي باش تعرفوا شنو كاين. شي اسباس حاني بزاف. ها هانتوما كيضرب لي الركبه. ها يعني اسباس حاني بزاف. وهذا السرجم هذا الشباك هذا باين ما كانش هنا يعني بحال اللي تزاد مؤخرا. شوفوا غير التركيب ديالو هانتوما يعني باش قلت لكم ان الجامع يعني البيبان ولا النوافذ ديالها يعني ماشي كيجوا مخدومين للجامع، يعني كل واحد باش كيساهم. مثلا الناس تجمع مساكن كيبقاو يسعاو على الناس على هذا وعلى هذا وعلى هذا. واحد كيقول لهم واحد السرجم هنا مستعمل الديوان، واحد كيقول لها واحد الشباك دابا بحال هذا ماشي الشباك ديال لاحظتوا يعني هذا غير منزل وصافي. كنقولوا حنا يعني الجامع ما نبقى شويه من هنا شويه من هنا، وكنتمنى حتى حنا نديروا شويه عاوتاني شويه ديالنا ان شاء الله ونكملوا على هذا الشيء ان شاء الله. انا قلت لكم يعني اي حاجه غير من البقاء كنقولوا حنايا يعني ماشي السراجم ولا الشبابك ديال سراجم الجامع نيت كل مره شنو كيجيب الله وكيلصقوا. شوفنا في الشوارع عاملين السرجم مقلب. هذا يمكن لي غير باللوحه هذه. اجي نشدوا هذا البيت هذا من الداخل. شوف المهم هانتوما اخوتي ديك يلا صورت لكم دابا شوفوا اش مكانها بالسلم هذايا يعني مكالي وصافي. ها بالنسبه لهذا البيت هذا ها اسامه بالنسبه لهذا البيت هذا كما كتعني ما مصلح ما والو. هذا خلاوه بحال حنا نقولوا واحد البلاصه الخزين ديال الجامع يعني ما كيجي والله شي سلعه شي سريجم شي واحد تبرع به ولا شي حاجه كيبقى في هذه البلاصه هذه. يا ريت لو انه صراحه الله يكون تا هو مصلح فهمتي تا مصلح يجي شي عابر سبيل تحتاج واحد البيت في المسجد. ما كاين بيبان ما كاين هذا ما كاين هذا. وهالمهم ناصبنا قد خدم بالنيه هذه ماشي نصابه قد سما اللي قيجيب الله قد دعا هذا وجات لعنا باقينا هذا انتم عاونوها والله بيعاون الجميع.
نطلبوا من الله خير ان شاء الله. نطلبوا الله الخير يعطيه سي بالسيطات، دخلوا في الصحيفه ديالو عند الله، الجامعة كتقطر. وهي الله يعاونها. الجامعه قد قطر، خصها سيما، خصها القرابه، خصها هذا، خصها البيبان، خصها البيبان، خصها كلشي، الجير. الجير وهذا، والمحسنين يتعاونوا والله بيعاونهم. يعطيه سي إن شاء بالسيطات، الله الله يا رب، يدخلها له إن في شاء الله. الصحيفه، هذه صدقه جاريه. ومباشره في هذه البلاصه هذه اللي شاركت معكم، البلاصه اللي كيصليو فيها، كاين هذا البويت هذا اللي كيرتاح فيه امام المسجد. كيف ما كتشوفوا هذه هي الحاله ديالو، يعني تبنى قديم كيف ما قلت لكم، راه تبارك الله يعني سنوات. الشقوقات هنايا، شقق وحتى التلبيسه بحال اللي ناضت، كيدخل الماء حتى هو راه ميناتي، من تما كيديروا غير سطوله. السرجم كيما كتشوفوا يعني شوف السرجم اخوتي. المهم السرجم صراحة كاملين ديال الجامعة هيدا، كاملين مكروعين ومهارسين في نفس الوقت. يعني هانتوما كاملين. كنشاركوا معكم يعني صراحه الفيديو من عين المكان، بدون دبلجه، بدون اي تعديلات في المونتاج، اي حاجه هذا هو الواقع. كاين هاد الدوتشه في هاد البيت صغيره، يعني كنقولوا ماشي الدوتشه، احنا كنقولوا لها مطهره، ولا كاين اللي كيقول لها مطهره، يعني بالنسبه للسخان خاسر. تخسر اخوتي. الله يجيب لي شي محسن ان شاء الله يا ربي يعدلو. وما كرهناش اخوتي صراحه، احنا محتاجين هاد الجامعه هذه محتاجه للترميم، واي حاجه غادي نعدلوها في الجامع فهو بيت من بيوت الله، يعني ما غاديش نعدلوها على الخاوي. يعني الانسان مادام غيعدل فكنطلبوا الله عز وجل يكون خير. وحتى هاد المطيره هذه نديروا لها قلوسه، يعني ما غاديش تدي كاع بزاف، ولكن خصنا التشجيع هو كل شيء. وابتداء يعني انطلاقا منكم نتوما غادي يكون هذا الشيء، الا ما كنتوش نتوما ما غادي يعني يكون حتى حاجه. بصراحة شنو كاين بديبان، هانتوما بديبان يعني قدامين غير بالين مديباني هنايا وصافي. غير مديبانيين. والحاجه كيما قلت لكم، هي الجامعه مثلا تبنات في واحد العهد، ما جابولهاش كلشي جديد، كل هي واحد حاليا الجامعة هادية 78 سنة. حتى الاساس ديالو كيكون مستعمل اسامه صحاب الاساس. هانتوما يعني بيبان، يعني بيبان هانتوما كشاملين، يعني هاش حاجة قديمة. شوفوا بيفان اخوتي كشاملين. شي مشقق راه ميناتي. ما شوفوا شنو يعني، هذه هو هذا كاملة. كاين هاد الدريجات هادو، يعني هذا الجزء اللي تسنى هو الاخير. عندك تاع اسامه قال لك تفافات تجيب سلاحة هي. هذا الجزء الاخير اللي تم في المسجد، اللي جاو دريجات كطلعوا لهنايا كنلقاو هذا البيت هذا اللي كاين هنايا. ولكن قبل ما نتطرق للبيت غادي نهضر معكم على هذا الكلوار اللي حاليا واقفه فيه وخايفه في نفس الوقت، حيت هذا الكلوار بقى مفتوح اخوتي كما كتشوفوا. يكون شي واحد الله يحفظ دايز هكا الا زهق رجلو عايجي لتحت، ها انتما يعني بقى الكلوار مفتوح. حتى هذا ما كرهناش يعني صراحه الله، واحد كنقولوا لا ستاره ولا الشموعة ديال الحديد عيد عرفتوه، ديال الحديد ولا كاع ديال السيما اللي جاب الله ان شاء الله باذن الله. اصلا باينه الجامعة كاملة باردة. شوفوا هنا، شوف الجامعة كاملة حتى من السراجم كاين بزاف السراجم ولا قيمه يعني هكا غير مجرد زجاج بلاستيك مركب بالبراد ديال الحديد عادي، ماشي شباك ديال السرجم. انتم كتشوفوا الحديد مضروب هذا. يعني هادشي هذا كنقولوا حنا غير ملبق، شي كيلبق شي باش كيكملوا يعني الخدمه كما كتشوفوا. هنايا الطلبة هذا البيت اللي زادوه، هذا البيت هذا هنا حاليا كيحاربوا فيه محو الاميه ديال الرجال في العشيه. هانتوما الجامعة اصلا كيهضر على راسو، بلا ما نهضروا حنايا الجامعة كيهضر على اي حاجه كتشوفها في هذا الفيديو كما قلت لكم منقوله من عين المكان. هانتوما. المهم اخوتي كما تشوفوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله، حنا حاليا طلعنا الجهه ديال بني منصور بالضبط دوار إليلان. صراحه طلعنا ساعيين وراغبين ان شاء الله باذن الله، والرجاء ديالنا في الله عز وجل ان هذا الفيديو صراحه الله تبارطاجيوه قدر المستطاع باش يوصل ليدين المحسنين القلوب الرحيمه اللي باغيين يديروا خير وما جبروش فين يعملوه. فاليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم فين نعملوا هذا الخير، واللي غادي يبقى لكم صدقه جاريه الى يوم القيامه. لقيتونا اليوم طلعنا انا الزوج ديالي اللي طلعنا في الدنا يعني اللي قدرنا نطلعوا حاليا التجير في هذا الشكير هادو بلاستيكنا في هذا الصاك. هادشي اللي قدرنا نطلعوا حاليا، حيت صراحه الله يعني هذا السياده من عندنا، حيت كخطوه او كما كخطوه ايوا كبدايه. ونتمنى من الله عز وجل ان شاء الله هذه البدايه تكون موفقه وتكمل بكم انتم ان شاء الله باذن الله. واللي باغي يدير الخير وباغي يساهم في هذه الصدقه الجاريه فمرحبا والف مرحبا به.
فما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم او عبر التعليقات، خليو لنا اي حاجه في التعليقات فغادي نتواصلوا معكم ان شاء الله باذن الله، واي حاجه منها غادي نشاركوها معكم بدون غموض ان شاء الله باذن الله. كلشي غادي يكون مباشره. هانتوما اخوتي. المهم حاليا اخوتي جبرتنا غادي نخرجوا من الجامع اللي شفتوها في الفيديو، وغادي نهبطوا لواحد الهبيطه غادي نشارك معكم بلاصه فين كيقراو محاضره القران وفين فين كيتوضاو الناس. المهم مباشره من بعد الباب الخارجي ديال المسجد هنا فين كنا معاكم، دريجات اللي هبطنا منه، ودابا غادي ندخل معكم هذا المكان هذا ثاني الديوان كاملين خاسرين. هنا فين كاين المراحل اعزكم الله، فين كيتوضاو الناس حتى هما يعني قوم من واحد الوقت اللي هو يعني هادو تبنوا واقيلا مع الجماعين الاصليه الاوليه، ماشي مع الاجزاء اللي تبنوا مؤخرا. البيبان هانتوما كتشوفوا يعني البيبان غير كما نقولوا غير موحلين وصافي، ملبقين وصافي، كتوحلوا ميدا وصافي، ملبقين وصافي. كاين هاد البنات. المهم الارضيه كلشي على العين ديالكم. هادشي باقي هذا بلوسه هنا باب البلاص. المهم البيبان ما كاينش. كاينين جوج طواليطات، الاولى اللي شفتوها والثانيه هي هذه، الدوام ما كاينش. حتى هذه الباب ديالها هي حتى هي غير ملبقه وصافي. هانتوما اي حاجه شفتوها راه قديمه بزاف. كاينها فيناتي هذه الدوتشه هذه باقا مفتوحه، لا باب لا لوسه صراحه، يعني خصها غير اللوسه. المهم شي صميم اللي هو بصغير. امين يا ربي امين. والبويبه ديالها حتى هي هذه ما عندهاش الباب مره خوتي، باقا مفروعه من هنا هايطه. حيت انا كنعاود ونكرر يعني الجامع تبنات كما نقول لكم بالاجزاء، كل ما ساهم شي محسن كيجيو الناس يعني كيديروا داك البركه هذه كيبنيو بها على قدر المستطاع اللي غادي يبنيو فيه ما حبسونا من الفلوس كيحب. ودابا غادي ندخلوا بكم لهاد البلاصه هذه اللي ما يمكنش شي بيت مغربي ما غاديش يعرفها، وسيرتو حنا البوادي ما شاء الله والجهه ديال غماره اللي معروفه بزاف صراحه الله بالعلم، سورتو اللي حفظت القران الكريم ما شاء الله. هذه تيمينيا هنا فاش كيشعلوا العافيه المحاضره هنا كيدوروا معها. هنا كيشعلوا العافيه المحاضره، وهذا الدخان هذا كيطلع نيشان يعني على برا كيخرج اسامه ما كيبقاش هنايات. وهادو العواد باش كيكونوا مدورين المحاضره بهذه الطريقه هذه وشادين اللوحه ديالهم وهما كيحفظوا القران الكريم. وصراحه يعني شنقول لكم، وحاليا يعني في السنوات الاخيره كنلاحظوا اصلا هذا العلم هذا ولا كيتحارب صراحه. وغادي نركز اساسا بما ان شفت هذا المحمل النايات اللي غادي نمشيو فيه كاملين بينا شي واحد ما غادي يبقى على قيد الحياه ولا على هذه الارض هذه. فلذلك كنذكر كل واحد كيشوف هذا الفيديو وبغى يخلي واحد صدقه جاريه اللي تنفعو في الدنيا وفي الاخره فيساهم معنا في هذه المبادره هذه لهذا الجامع هذا اللي خصو الترميم اخوتي. راه ما خصوش الحمد لله البناء ولا شي حاجه اللي عندي مصاريف كثيره. حنا لو كان عندنا والله العظيم ما نقول لكم بكل سعاده وبكل فرحه وبكل افتخار انني نحط فلوسي هنايا ونمشي وانا مرتاحه. علاش؟ حيت الا حطيتهم هنا ما غاديش يفناو نهائيا، سواء يعني انا على قيد الحياه او انني ميته. في حين الا حطيناهم شي بلاصه واحده اخرى غادي يتفناو كيما نقولوا غادي نتفناو حنايا وغادي يتفناو داك الفلوس قبل ما تتفناو حنايا. فكنطلب من كل واحد كيشوف هذا الفيديو يبارطاجيه معاه. كنعاود نقولها وصلوا للدين المحسنين، الناس اللي باغا دير الخير، الناس اللي باغا دير صدقه جاريه فننجز كما نقولوا ولا ننجز في هذا المسجد هذا.